هاي، ازيكم؟ وحشتوني. ده فيديو لسه جديد نوفي، لسه منزلاه علشان خاطركم، عشان اقول لكم بس I miss you so much. I love you. بحبكم قوي. استنوا بقى شغل الفن الجديد، علشان كده انا لابسه كده. بحبكم. اسألوا عليا. باي باي. الجو جميل ولطيف، وخلاص الحر خلص، ونستنى بقى شهر الشتاء، وهنتدفى وهنلبس مقفول. مش عارفه اقول كده. اوكي، نسيب الهوا. استنوني. باي باي. I love you. ازيكم؟ وحشتوني موت. انا بعمل جلسة علاج طبيعي لظهري. ادعولي بقى اخلص الجلسات كلها على خير. آه، اغنية منير شغال الحقيقة، وانا مقدرش امسك نفسي. طيب هعمل لكم حاجة حلوة بعد ما اخلص الجلسة بمناسبة الأغنية. انا بحبكم قوي، وربنا ما يوجع ظهر حد ابدا، عشان وجع الظهر وحش جدا. وحشتوني. انا عيانة وقعت على شفتي اهي، بصوا، وخيطتها كمان وطلع فيها خراج ابيض اهو. قريتوا عليا ليه كده؟ بس بتقولوا ان انا حقنة، وانا حقن شفة واسيب شفة، ولما احقن يعني تجميل، هو التجميل عيب؟ بس انا لسه صغيرة، عندي 76 سنة، مش هحقن دلوقتي. يلا بقى، اللي عايز يعمل فيديو يتريق عليا على الفيديو ده يتفضل. انا عارفه ان هم عايزين يتشهروا، يا حرام، هم وناس كتير. فيلا بقى حبايبي، تقعدي شفتي متعوره وجعاني. هاي، ده اول فيديو ليا على الانستجرام. انا بحبكم قوي، تابعوني. باي. وزي ما احنا شايفين كده، كانوا بيقولوا ان رسمة التاتو دي مش على رجلي، وانها رجل حد تاني. احنا هنلف بالكاميرا كده اهو، وهنقول لهم احنا اهو، وبيقولوا علينا مطربات الحمامات. اوكي، بقالنا سنين في الهوا رايبين، ما احناش عارفين نرتاح مع مين، وهنشكي لمين؟ دول فايتنا. خليكوا شاهدين، خليكوا شاهدين. هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟
انا بقيت كويسه شويه الحمد لله. انا عندي دكتور العظام، هوريكوا حاجه استنى بسرعه. ده الهيكل العظمي اللي عند الدكتور بتاع العظام. هتقولوا لحد دكتور كامل. باي باي، اشوفكوا تاني. باي باي. هاي، ازيكم؟ وحشتوني جدا. انا لسه مخلصه جيم دلوقتي ومهدوده فشخ. يعني انا بحب احيي كل اصحابي اللي دوروا عليا ولقيوني من الفانز القديم. بحب اوجه لهم تحيه. سوس انا بحبك، صاحبتي من زمان. مصطفى خليفة ومصطفى عاصم وإسلام ودودو وسارة، وفي روكا وأحمد زيزو ودودو. أنا مش عايزة أنسى حد. كل الفانز اللي يعرف حد من صحابنا القديم على الانستجرام يقولوا ان دي البيج الرئيسية بتاعتي، وانتوا تقدروا تتأكدوا من كده من توقيت نزول الفيديوهات. هتلاقوها هنا حصري. وعايزين الفانز تكتر بقى والاكونت يكبر كده عشان نجيب العيد اهو. بحبكم قوي. صباح الخير. معلش انا بسجل لكم وانا عيانه، بس اطمنوا انا الحمد لله هبقى كويسه. انا بس عايزه اقول لكم ان الصفحه بتاعت الفيسبوك اللي هي قالوا انها نشره صوره بعد فوز الاهلي صوره عريانه. انا معرفش حاجه على الصفحه دي، وسبق قبل كده كتير وقلت ان انا ماليش صفحات لا على الفيس ولا على التويتر. انا بس بطمنكم، انا ما بنزلش الحاجات دي. ولو كنت عايزه انزل الصور دي النوعيه دي كنت نزلتها من زمان قوي، بس انا عارفه ان الخرفان هم اللي عاملين الصفحه دي عشان يضايقوني. بس انا الحقيقه ما بتضايقش، لان انا واثقه في نفسي وعارفه كويس اللي بيعمل كده هو متضايق مني. انا بقول لكم بس عشان انتوا جمهوري ما تزعلوش مني. انا بحبكم قوي. صباح الفل. وزي ما احنا شايفين كده كانوا بيقولوا ان رسمة التاتو دي مش على رجلي وانها رجل حد تاني. احنا هنلف بالكاميرا كده اهو وهنقول لهم احنا اهو. وبيقولوا علينا مطربات الحمامات. اوكي، بقالنا سنين في الهوا رايبين، ما احناش عارفين نرتاح معانا وهنشكي لمين؟ دول فايتنا. خليكوا شاهدين. هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ انا بقيت كويسه شويه الحمد لله. انا عندي دكتور العظام، هوريكوا حاجه استنى بسرعه. ده الهيكل العظمي اللي عند الدكتور بتاع العظام. هتقولوا لحد دكتور كامل. باي باي، اشوفكوا تاني. باي باي. هاي، ازيكم؟ وحشتوني جدا. انا لسه مخلصه جيم دلوقتي ومهدوده فشخ. يعني انا بحب احيي كل اصحابي اللي دوروا عليا ولقيوني من الفانز القديم. بحب اوجه لهم تحيه. سوس انا بحبك، صاحبتي من زمان. مصطفى خليفة ومصطفى عاصم وإسلام ودودو وسارة، وفي روكا وأحمد زيزو ودودو. أنا مش عايزة أنسى حد. كل الفانز اللي يعرف حد من صحابنا القديم على الانستجرام يقولوا ان دي البيج الرئيسية بتاعتي، وانتوا تقدروا تتأكدوا من كده من توقيت نزول الفيديوهات. هتلاقوها هنا حصري. وعايزين الفانز تكتر بقى والاكونت يكبر كده عشان نجيب العيد اهو. بحبكم قوي. صباح الخير. معلش انا بسجل لكم وانا عيانه، بس اطمنوا انا الحمد لله هبقى كويسه. انا بس عايزه اقول لكم ان الصفحه بتاعت الفيسبوك اللي هي قالوا انها نشره صوره بعد فوز الاهلي صوره عريانه. انا معرفش حاجه على الصفحه دي، وسبق قبل كده كتير وقلت ان انا ماليش صفحات لا على الفيس ولا على التويتر. انا بس بطمنكم، انا ما بنزلش الحاجات دي. ولو كنت عايزه انزل الصور دي النوعيه دي كنت نزلتها من زمان قوي، بس انا عارفه ان الخرفان هم اللي عاملين الصفحه دي عشان يضايقوني.
بس انا الحقيقه ما بتضايقش، لان انا واثقه في نفسي وعارفه كويس اللي بيعمل كده هو متضايق مني. انا بقول لكم بس عشان انتوا جمهوري ما تزعلوش مني، انا بحبكم قوي. صباح الفل. كنت هموت. ازيكم؟ انا بصور ليكم الفيديو ده علشان اكد لكم ان ده الاكونت الجديد بتاعي اللي اتسرق. خلاص سيبكم منه، خلينا في الجديد. انا مش عارفه اعوم طبعا وانا بصور لكم. يلا استنوا كل فيديوهات جديده هنا. بحبكم قوي. عندي صداع يا ولاد الذين. اتحسدتوا ولا ايه؟ يا سامع ندايا يا حبايبي فاتوني لهمي وأسايا وحيرة عيوني. يا سامع ندايا حبايبي فاتوني لهمي وأسايا وحيرة عيوني. اتحسدت منكم لله اللي بتحسدوني. إلهي تتشك في قلبها اللي تحسدني. صباح الخير. وحشتوني موت. انا بحب اشكر كل الفانز والجروبات اللي بتقف معايا من غير حتى ما تعرفني قبل كده، لمجرد انهم بيحبوني وحاسين ان انا يعني الاكونت القديم لما اتسرق ان انا اتضايقت خالص. انا مش متضايقه، اللي خدوا يشربوا. انا اعرف ازاي اوصل لجمهوري مكان ما اكون. انا بحب اشكر ادمنز موديلز ستارز، الادمن عبده. ميرسي يا عبده انك بتقف معايا وبتشير لي صور وحاجات وانتوا ما تعرفونيش، وادمنز كتير جدا الحقيقه. عايزه اقول للفانز في مفاجآت جايه في فيديوهات قريب. استنوني هتتبسطوا، وان شاء الله في حاجه فنيه قريب. هاي، ازيكم؟ وحشتوني. انا عامله النهارده ماسك على وشي عشان النهارده الخميس عيد ميلاد ابليس. صحابي الفانز طلبوا مني فيديوهات للتفاح والدندون. الايام الجايه هعمل لكم فيديوهات كتير، وكمان هعمل فيديوهات للبنات ازاي تعمل ماسك على وشها علشان ما تحطش مكياج خالص. انا ما بحطش مكياج عشان المكياج بيعجز البشره. انا بحبكم. ايه تعليق حضرتك يا فندم على ال ازيك؟ انا ايه؟ ازيك؟ كل ده حضرتك ربنا يكرمك. هو الحقيقه الحكم اللي صدر من الاداريه العليا، انا طبعا بحترم احكام القضاء وما اقدرش اعلق عليها، بس كل اللي اقدر اقوله ان انا حاسه الحكم ده ظالم بالنسبه لي، لان انا معليش اي احكام تدني. وهو الحكم بيقول ان انا بحيد عن الخلق القويم او حسن الخلق، وما بتحلاش بالحياء اللازم للمرأة. فهو الحقيقة انا مش عارفة هو ده بناء على الكليبات اللي قدمها المحامي اللي طاعن فيا، بس احنا يعني او عشان عملت كليب هيتحكم عليا كده لازم يبقى في حكم نهائي بات بان انا ست سيئة السمعة زي ما المحامي بيقول يعني. فمفيش عليا احكام، فانا طعنت على الحكم لانه ظلم بالنسبة لي وانا بعتبره عار ليا ولاسرتي. فانا طعنت وحضرنا جلسة، ودي الجلسة الثانية ربنا يسهل. طب يا فندم حضرتك كنت جبت قبل كده في المداخلة مع تن سيرة حد برضه معاك في نفس الدايرة؟ حاضر اخلص بس. انا كنت فعلا وده لسه ما زلت مصرة ان لو كنا هنقيس ان حسن السمعة وسوء السمعة ما بتبنيش على احكام وبتبني على اراء او رؤية المحكمة،
طب ما هو في حيدر بغدادي، انا بقولها بالاسم اهو، اتصور ليه قبل كده في كباريه مع بنات بيجوز بنات وكده، ما كان في الدوره بتاعه كمان 2007 8 مع كان حزب وطني، وما اترفع، هو كان جوه عضو كان المفروض يمشي يعني، بس قال لك لا طالما مفيش حكم عليه خلاص يستمر. بس فما ده مرشح نفسه في نفس الدايره بتاعتي، ليه المحامي سمير صبري ما راحش طعن عليه؟ الله اعلم، يمكن في بينهم مصالح ولا صحوبيه ولا حاجه، بس هو ده في نفس الدايره. لو انت خايف على دايرتك يا سمير يا صبري الجماليه، هو ده واحد نازل في الجماليه، بالاضافه بقى لناس ثانيه مشبوهين كتير في الحزب الوطني. انا مش عارفه الحزب الوطني اصلا ازاي يسمح له يدخل حياه سياسيه تاني بعد ما قامت عليه ثوره 25، زي حزب النور اللي كان متواطئ مع الاخوان ومصاحبهم وعامل ان هو ما يعرفهمش وداخل برضه الانتخابات. فيمكن ده سبب عزوف الناس عن الانتخابات، يعني ان هو انت بتخيرني من حزب النور. عندي ليك مستند خطير جدا على سمير صبري، اقسم بالله. ماشي حاضر. عندي ليك واحضر جلسه، حاضر معايا جلسه.